ولأني معتقدة في مبدأ إن التعميم لغة الجهلاء، خليني أقول إن معظمنا دلوقتي بقى شايف إن الحياة بقت صعبة. بس مش الحياة عموما، حياته هو خصوصا. كل حاجة معاه معقدة ومفيش حاجة بتيجي بالساهل. عنده مشاعر دفينة من الألم والحزن وأوقات كتير الرفض. هو أنا ليه محدش قادر يحس بوجعي؟ دايما بيسأل نفسه. طب أنا ليه دونا عن الناس اللي بيحصل لي كده؟ أنا مستحقش كل اللي بيحصل لي ده. وإن كان عندي علامة استفهام على نظرية الاستحقاق اللي عند معظمنا، بس خليني أقولك على طريقين ممكن تختار منهم الأنسب ليك تكمل بيه في حياتك. الطريق الأول، وده أنت عارفه كويس، هو إنك تفضل في نفس المشاعر من الرفض وعدم التقبل لأي موقف بتمر بيه، وتفضل في دايرة مفرغة لا تنتهي. ولو أنت حاسس إنك مرتاح كده ومعندكش مشكلة، فأكيد كمل. أما الطريق التاني، ده هنبقى مجهزين له نضارة. خلينا نسميها كده نضارة المهام الصعبة. لما تحس إن الدنيا غمقت معاك شوية وداخل على منحنى تاريخي من المشاعر، فإحنا بنلجأ لها. النضارة دي لما بنلبسها بتغير نظرتنا للمواقف. بمعنى تاني، بتغير نظرتك للحياة عموما. بتحط لك كل حاجة في مكانها وحجمها الحقيقي، مش اللي انت بتقوله وبتصوره لنفسك. لما بتلبسها بتلاقيك بتقول لنفسك أيوة الحياة صعبة، بس الحياة أصلا مشقة. وإن ربنا قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، والكبد يعني التعب والمشقة. يعني هي دي طبيعة الدنيا على الكل، مش عليا لوحدي. وإن في ناس كتيرة بتمر بمواقف صعبة زيي أو قد تكون فوق احتمالي لو سمعت عنها، وإني هقول الحمد لله على حياتي وعلى حالي، بس عدم معرفتي بيهم لا ينفي وجودهم. هتلاقي بقى عندك يقين إن التجارب اللي في حياتك وإن كانت صعبة ومؤلمة بس ضرورية ومهمة. يمكن علشان رصيد خبراتك يزيد، ممكن، أو يمكن لسبب أنت لسه ما تعرفوش، أو جايز ربنا عايز يسمع صوتك. وهتعرف كمان إن مفيش حاجة بتضيع عند ربنا، سواء صبرك أو اجتهادك. هتلاقيك بتقول لنفسك أيوة الحياة مرهقة، بس إن الله إذا كلف أعان.